قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. تأمل في هذه الآية. هذه آية أحيانا ربما تسمع بعض الآيات وأنت تقرأها، وحين تشرح الآية ترى أنك أول مرة تسمعها. هذا التوجيه لمن؟ لي ولك أيها الأب. هذا التوجيه لأولياء الأمور، سواء أولياء الأمور من الساسة الذين بيدهم الأمر والنهي، أو أولياء الأمور الذين هم تحتهم على المستوى المصغر والصغير. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، على الزنا، إن أردنا تحصنا، إن أردنا الحصانة والصيانة. الأمر هنا من الله لمن؟ لأولياء الأمور. يا أولياء الأمور أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها الساسة، أيها المجتمع المسلم، لا تكونوا سبب في إكراه فتياتكم. ومن هنا نستنبط فائدة، وهي أن بناتنا وأن أولادنا أمانة في أعناقنا سنسأل عنهم يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الذي رواه الإمام النسائي، حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله سائل كل عبد عما استرعاه، وابنتك من رعيتك، وولدك من رعيتك، فسيسألك الله تعالى عنهم يوم القيامة. إن الله سائل كل عبد عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فتخيل أنك في يوم القيامة مسؤول وسائلك هو الله، فأعد لهذا الموقف جوابا حين تقف بين يدي الله. وقد استرعاك الله بنات، واسترعاك الله أولاد ذكور، وجعلك الراعي عليهم، وجعلك المؤتمن عليهم والمحاسب عليهم، فخنت الأمانة وما رعيتها حق رعايتها. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. في الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه. يا أيها الآباء، يا أيها الأمهات، يا أيها الإخوة، إن المسألة ليست بالهينة وليست بالأمر السهل حتى ننظر إليها بسطحية. إن المسألة أعمق بكثير مما يتخيله بعض الناس. فبعض الناس ربما ألهاه ماله وأعمى بصره، وألهاه ماله وأعمى فكره وفهمه، فلم يعد يبصر ولا يدرك ولا يفهم ولا يعي إلا ما أشرب من هواه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية، ولدك من رعيتك وابنتك من رعيتك، أنت مسؤول عنهم. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.